السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كنتمنى تكونوا باحوال طيبه. اليوم باذن الله غادي نديرو الدجاج في الفران بلا صوص طوماط كيجي لذيذ بزاف. عندي هنايا الدجاجه غسلتها يا البنات، سرقتها غسلتها بعدا في الاول، غسلتها خليتها في الملح. في التالي شديت الحامض حكيته بالقشر ديالو وغسلتها مزيان حتى ولات ريحه الحامض كتعطي منه. صافي دابا غادي ناخذ الكميه اللي بغيت على حسب افراد الاسره، وغادي نديروا العطريه ديالنا. عندي هنايا القزبر والمعدنوس مطحونين، وفي الاسفل ديال هذيك البور راني طاحنه الثومه، 3 الدروس ديال الثومه. الدجاج كيبغي الثومه بالزايد. عندي هنايا القزبر والمعدنوس مطحونين، وعندي هنايا لاصوص طوماط. خديت زلافه، خديت فيها 3 المعالق كبار ودوبت فيهم شويه ديال الماء، بحال قلنا شي 4 المعالق كبار ديال الماء. غنديروا نفس العطريه اللي غادي ندير في الدجاج غادي نديرها في هذيك الصوص طوماط. عندي هنايا الفلفل الاحمر، غادي ندير نفس الكميه كما قلت لكم، نفس العطريه اللي استعملنا مع الدجاج نستعملوها مع. عندي هنايا سكينجبير، عندي الخرقوم، وغادي نديروا الحامض. كما كتعرفوا الحامض راه كيتواتى مزيان مزيان كيتواتى مع الدجاج. عندي هنايا الزيت النباتيه، كما قلت لكم غادي نديروا بالبطاطا والزيتون وهذيك الطوماط سوريز اللي ما عندوش ما يديرهاش. عرفتي كتكون فيها واحد المذاق لذيذ بزاف. غادي نضيف هنايا غير داك اللب، غير داك العصاره ديال الحامض. هاد الحامض البنات راني استعملته معكم في القناه، هانتوما كما كتشوفوا ما كيطوق ما حتى شي حاجه، كيصدق 100%. وكنضيف معاه هاد الصلصه ديال الجيريان ديال الطاكوس. عرفتي كيجي فيه واحد المذاق الدجاج ملي كتبدي تاكليه بحال كتاكلي في الطاكوس، كيجي فيه واحد المذاق لذيذ رهيب. عندك حتى ديك الموطارد ديري، عندك المهم اي صلصه عندك ديريها. انا كنفضل هذه ديال الطاكوس كتجي واعره بزاف. عندي هنايا ضفت راس ملعقه ديال الشاونيه. صافي كما قلت لكم طبق ساهل سريع. المهم هاد البول هذا ما غاديش يقدني، باش خصني نشرب مزيان هذاك الدجاج، خصو يدخل فيه العطريه مزيان. ونفس هذيك العطريه غادي نشرمل فيها حتى هذيك البطاطا. اللي بغى يزيد مع البطاطا يزيد القرعه، يزيد الجزر، يزيد حتى هي كتجي زوينه. انا فضلت نستعمل غير فضلت نستعمل غير البطاطا والزيتون، كتجي لذيذه بزاف. طبعا يمكن لينا نقدموها مع طبق ديال الرز، حتى هو راه درتو معكم في القناه طبق الرز والشعريه. ما نضيفوش فيه الخضره، نضيفو غير الشعريه والرز كيجي لذيذ. نقدموه حتى هو طبق مرافق. انا غادي نقدمو غير مع سلطه. المهم باش ما عجبك ترافقيه. المهم كنخرجوا شويه من الطواجن ومن المرقه في الكوكوط. كنبغيو نديرو هادو، ندخل صبعي مزيان ديك البلاصه قاصحه، كندخل صبعي مزيان باش ديك العطريه تدخل مزيان الدجاج. غادي نخليه مرقد واحد 10 دقائق. اللي بغات البنات ديرو بحال هكا في الليل وفي الصباح كتلقايه شارب مزيان مزيان ديك العطريه. غادي نضيف هذيك البطاطا معاه باش تشرب ليا حتى هي باش تجي حتى هي من السما. ها نتوما كتشوفوا معايا، عرفتي راه كتجي واحد الصينيه لذيذه بزاف وسريعه. يمكن لينا نستعملوها للغداء، يمكن لينا نستعملوها بحال كل عشاء، كتجي رائعه. هانتوما حتى ديك البطاطا غادي نسموها بهذيك الشرموله اللي استعملت. غادي نضيف هنايا فوق شويه الفلفل الاحمر. صافي وغادي ندهنها مزيان وغادي نخليهم واحد 10 دقائق مرقدين. ها هي الصلصه ديالنا، انا حيت كنت دايرها في المجمد. دابا ما هي من بعد ما دابت قلت لكم 3 المعالق ديال الطماطم هذيك المصبره مع 4 المعالق كبار ديال الماء. صافي دابا هاد الصينيه هذه غادي ندهنها بالزيت والزبده. اللي ما بغاش تستعمل الزبده ما تستعملهاش. كنستعمل انا الزبده، كتعطي واحد الختوريه في لاصوص، كيجي لاصوص عاقد مزيان. هانتوما كتشوفوا كندهن مزيان
بالزبده صافي. وغادي نستف البطاطس ديالي في الاسفل. البطاطس البنات راه ما سلقتها ما حتى شي حاجه، غير قطعتها دوائر وخليتها شويه غليظه، حيت غادي ياخذ الوقت الكافي ديالو في الطياب. غادي نغطيه بالبابي الومنيوم وغادي نشعل عليه من الفوق ومن الاسفل. خليته تقريبا شي 2 سوايع ونص ولا ما اكثر. المهم درتو على اعلى درجه في الفران وخليته تيطيب. البنات ما ضفت عليه حتى قطره الماء، غير هذوك 4 المعالق، هذوك 4 المعالق اللي استعملت ديال الماء في الصلصه ديال الطماطم كافين. صافي كنخوي ديك الصلصه ديال الطماطم فوق ديك البقايا ديال الحشوه باش ما نضيعوهاش. كنحركها بحال هكا صافي وكنخويها على الدجاج. كيجي لذيذ وكيجي رائع وكيجي مقرمش وكيجي فيه واحد البنه هذاك ديال الطاكوس. ملي كتبدي تاكلي فيه بحال كتاكلي في الطاكوس كيجي لذيذ بزاف. صافي غادي نغطيه دابا بالبابي الومنيوم وكما قلت لكم غادي نشعل عليه الفوق والتحت في اعلى درجه وغادي نخليه يطيب على خاطرو. هذاك الالومنيوم كيهبط ليه كيخليه هذاك الماء ما كيخليهش يتبخر. هانتوما شفتوا، ها هو البنات من بعد ما طاب كما قلت لكم خدا ليا 2 سوايع ونص. غير كل مره كنطلع ليه، كل شويه كنطلع ليه على حسب. انا بغيت المرق يبقى عندي المرق، ما بغيتوش يجي ناشف، حيت كما قلت لكم غادي نقدموه مع اطباق اخرى. هانتوما شوفوا لاصوص كي تيجي. اللي بحال هكا ما بغاش هاد لاصوص هذا، عرفتي راه كيجي لاصوص عاقد وكيجي خاتر. اللي ما بغاش لاصوص يزيد ينشفو. انا كما قلت لكم غادي نقدمو مع سلطه ومع طبق ديال الروز. وداك الروز خصو ضروري هاد المرق باش ناكلو به، كيجي لذيذ وكيجي رائع. شوفوا البطاطا طابت، الدجاج حتى هو ماشي غير طاب راه هرا. كما قلت لكم البنات اللي ما بغاش انا هاد البلول هذا بنرافقو مع طبق الروز والشعريه. داكشي علاش خليت فيه المرق. وشوفوا المرق كي تيجي خاتر وكيجي لذيذ. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. هانتوما شوفوا كي تيجي لاصوص ديالو. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. والى هنا كنقول لكم مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.